واحد اهو اللي بيقولوا عليه البروف بوظ الدنيا ومشي. في واحد كان مسك منتخب مصر وكان مسك احسن انديه في مصر، عمال كل 3 4 ماتشات يمسك نادي ويمشي، يمسك نادي ويمشي. انت الوحيد اللي مش زعلان على بروف يا كابتن. يا جدع انا فاقسم السنه اللي فاتت. جماهير الزمالك النهارده بعد ما يا عم الجماهير دي مش فاهمه حاجه، اسمع بس. ما كناش نحب ان انت تمشي بالشكل ده، تظل في قلوبنا حتى يعني لا التاريخ. طبعا والنبي انا هتكون في قلوبنا في التاريخ والنبي انا هعيط، والنبي هات لي منديل يا عم طلع. جماهير الزمالك بتحب الراجل يا عم خلاص، ما هو ضيع منهم 5 بطولات، جاب لهم بطولتين ومضيع منهم البطوله بتاعت افريقيا السنه اللي فاتت. السنه دي مضيع ايه؟ ايوه مضيع السوبر بتاع السعوديه والسوبر بتاع النادي الاهلي المصري، وعندك كاس مصر وعندك الدوري، ادي 4 بطولات، هو جاب لك بطولتين. ده يغور في داهيه، ده يتكسر وراه 100 قله و100 زير. ده راجل ما بيعرفش يغير. ده جمهور اصلا يعني، اللي معلش بقى الناس اللي هي بتقول الكلام ده يبقى ما لعبتش كوره ولا عارفه يعني ايه كوره، هي عايزه المكسب وخلاص. مش لازم يكون لاعب كوره كابتن. لا طبعا، لا يا عم والله العظيم، ده من يوم ماتش لوسيل وفي ناس اللي هي بقى الفكر العالي اللي هم على صفحتي، اللي الناس اللي بتخاطبني وبخاطبهم، اقسم بجلاله الله يقولوا لي لازم يمشي. اقول لهم استنوا شويه لما يخربها، لان ما يقدرش دلوقتي مجلس الاداره يمشيه وهو واخد دوري وكاس. اصبروا عليه بس اما ايه يطلعكم من كام بطوله. نفسك ان انت فكرك عالي قوي يا كابتن. طبعا. ليه كده؟ يعني اعلى من ناس كتير، في ناس برضه مخها عالي يا كابتن. مش زي مع كل يعني الحمد لله والشكر، ده مش غرور، ده مش غرور. تعرف لا انا ممكن اقول هات لي حاجه، لا معلش، ممكن اقول عليك حاجه بس. هات لي حاجه، هات لي حاجه. انت مولانا، انت عندك يعني فكره كده الهام من ربنا ان ده بيني وبين ربنا عمار، دي حاجه ماشي. لكن الفكر العالي مش لازم يا كابتن، في لا فكر لا اعلى لا اكيد لا يعني. بص يا حبيب قلبي، ما الفكر العالي ده اللي انا بقوله بيتحقق. انا قلت هنا مع اسلام السنه اللي فاتت، قلت له هو مش واخد دوري، قال لا. قلت له واخد كاس، قال لا. قلت له مش هكمل الدوري السنه الجايه. وهاتوا الحلقه دي رقم 1. رقم 2 لا، وقلت له قبل كده على كالترون، وقلت قبل كده على موسيماني، وقلت قبل كده على كيروش، وقلت قبل كده على الراجل اللي هو اجيري اللي هو كان بتاع المنتخب، واخد بقى. وقلت قبل كده على كوبر لما هنروح على وقلت على تكيس. مين؟ تكيس. وقلت على تكيس احسن مدرب طبعا. ايوه بس بقول لك ايه يا كابتن ابو الدهب، باماره يا جدع انت فاهم حاجه. طب ما الزمالك يجيب تكيس يا كابتن ابو الدهب، انت عارف مشكله فيريرا يا فاروق؟ انه واخد اللقطه في نادي الزمالك. يا سلام. وكتاب الله يا كابتن. والله هو بيعمل الشغل يا كابتن. اسمع اللي بقول لك يا عم. لا ده يا باشا، ده مش عاجب يسكت يا باشا. ما انت تعرف ان في ماما شكله اتغير ايه؟ اقسم بالله، اقسم بالله باتشيكو ان هو يجي. لا مش باتشيكو اللي كان جاي، كان اي حد هيجي الا تكيس، لان تكيس كان ممشيهم زي ما الكتاب بيقول. ده الراجل ده تعرض لكميه هجوم ونقد من اول الموسم، من ساعه ما خد اهلي والزمالك. لقطه ايه ده؟ خد دوري وكاس. هو في حد؟ امال هو الراجل ده هو في حد لما بياخدش بطوله؟ ممكن اسالك سؤال يا كابتن بقى يعني بجد؟ دلوقتي بيقول لك او يعني خلاص انا المفروض ما اقعدش معاكم بقى اسمع الكلام ده. لا كابتن يعني لا انا قررت بقى عليكم انت وهو. لان انت ما فيش مره قلت حاجه وطلعت صح. انا بقول كل حاجه وتطلع صح. طيب يبقى انا لما اتكلم اسمع يا عم. ممكن اسالك سؤال؟ لعيبه نادي الزمالك عايزه على مدار التاريخ، لا معلش، تجيب دوري تاني وتقول لك كفايه كده. اسمع بس. لا ما فيش الكلام ده. أيوة اسمع بس يا عم، اسمع والله حصل. اسمع بس، هات لي كده التاريخ كله. معلش اسمع بس، ما بيكملوش. اسمع بس. ايوه اسمعني بس. اللعيبه اللي هي متواجده دي عايزه ذكر، مش عايزه مدرب. اسمع بقى. طيب هل اسامه نبيه هو الذكر ولا اسامه نبيه؟ عايزين واحد. بص يعني انت دلوقتي لازم يجي قعد زيزو شويه، قعد اصل انت خلاص انت الدوري بخ، فعلم اللعيبه دي الادب. مين اللي جاب عمر جابر وتمسك بيه وقال لك ده هينفعني في طريقه لعبي اللي انا هلعبها السنه يعني عمر جابر لعب كل المنتخبات مصر والمراحل السنيه ولحد النهارده بيلعب منتخب مصر، يبقى الراجل اللي ماسك منتخب مصر فاشل؟ لا طبعا فاشل. يعني كلهم بيجاملوا. ما كنت عارف بيجاملوا ليه؟ ماشي. وبيتاخد بناء على ايه؟ بيجاملوا يا جدع ده ما بيعملش اوفر يا جدع. بيلعب منتخب مصر ايه ده؟ طب يبقى ما فيش. انت بتتفرج على كوره يا ابني؟ ما فيش لجنه تقول له لا غلط. لا بيفهم كوره ازاي ده؟ ما فيش لجنه بتقول غلط يا كابتن. معلش انت عارف هو بيتاخد ليه وعارف بيلعب ليه. كابتن بس هي الفكره اختيارات. طب ما هطلعك من اختيارات فيريرا. هو اللي مطلعك يا كابتن. دي مش اختيارات فيريرا والله. عمر جابر قصدك يا كابتن؟ عمر جابر؟ طبعا.
ده امكانيات مختلفه. السنغال يا كابتن معلش مع احترامنا ما بعيد تماما عن الامكانيات اللي عندك ما في منتخب يلعبش. مصر. هو لعب هل هو ده اللي عندك؟ مين الباك رايت؟ ما يا عم ما كان في عمر كمال عبد الواحد اللي كان مكسر الدنيا في البطوله العربيه. طيب. على الاقل بيعرف يمسك كوره، بيعرف يرقص سريع، طيب. قوي، بيعرف يجيب جون، بيعرف يعمل جون. هو مش اصلا مش باك رايت. ماشي، اتوظف فيها زي اكرم. هو اكرم باك رايت. طيب انا مش دي نقطه يقول الخلاف لك مش بيننا عارف وبين بعض. يلف يقول لك يا ابني ما فيش صفقه. الكلام اللي انا قلته ما هو ده ما فيش صفقه جت في نادي الزمالك الا الراجل ده اشر عليها. طيب يعني هو ما قراش يا كابتن هو محتاج ايه؟ ليه؟ لان هو شرط عليهم لا لعيب يمشي الا بكلامي او بموافقتي، واللعيب اللي هيجي بموافقتي. فكله اترعب وخاف، عشان لو حد جاب له حد هو مش موافق عليه هيقول لك سلام عليكم. يبقى في الحاله دي مين اللي اتصدر لجمهور الزمالك؟ هيبقى رئيس مجلس الاداره ورئيس النادي والمشرف العام. فالناس سابته. انت عايز ده ماشي، انت واصر على عمر جابر. ما قراش هو كابتن هو محتاج ايه؟ ما قراش هو، مش ما قراش هو الفريق مفكر بتاعه محتاج ايه؟ هو بفكر ان هو عبقري زمانه. وزي ما كانت ماشيه السنه اللي فاتت هتمشي السنه دي. انت السنه اللي فاتت ماشيه وما عملتش ماتش واحد يوحد ربنا. ده حتى الماتش الوحيد اللي هو اهلي والزمالك وبيبقى بتاع لعيبه وانت عارف الكلام ده وهو عارف الكلام ده، في كاس مصر حصل وكسبان 2-0 الشوط الاولاني. فاكرين الماتش ده كويس؟ تمام. مفروض لما يجي يشد حد وينزل حد يقف على الكرة ويلاعب الفرقه كوره. قام جاي شد الجزيري ونزل اوباما. ايه اللي حصل الشوط الثاني؟ النادي الاهلي فاق وسلخ وضيع وجاب جون وكان هيتعادل. صح؟ تمام. ما دي بصمته. لما هو بيحط بصمته جماهير الزمالك حتى نفسها اتكلمت في الوقت وهو طلع ساعتها قال لك ايه؟ انا غلطان. حصل؟ مظبوط. فاكر المؤتمر طيب الصحفي. ماتش سيراميكا السنه اللي فاتت كسبان 3-0 الشوط الاولاني والامور خلاص خلصت. الشوط الثاني قام جاي مطلع الاثنين امام عاشور ورؤى، الاثنين اللي بيلعبوا في القلب، ونزل ساعتها اسلام جابر ومش فاكر مين. الاثنين بيلعبوا يعني واحد ناحيه بس خلي بالك كان عنده مين بقى بيخلص له قدامه. نرجع بقى للحته يابا ما كانوا كسبانين 3. طيب يبقى هو بيهاجم كويس يا كابتن بزيزو وبن شرقي. كان عنده لعيبه عندها حلول وبتخلص يابا لما عمل التغيير. فلما بيلعب في الحته دي مش فارقه اي حد يلعب. ده كان بيلعب بمحمد عبد الغني ديفندر يا كابتن. ايوه عشان كل ايوه ما يعني كان بيلعب باي حد. ما انا بقول كل السنه دي الاهلي حلو. السنه دي بيلعب النادي الاهلي بالظبط ب 25% وفارق 11 بونت. هل ده النادي الاهلي اللي هو ايام فايلر وقبل فايلر والكلام ده؟ الشخصيه انت قصدك لو الاهلي افضل من كده كمان يروح في طبعا. هو النادي الاهلي خسر كام بونت؟ النادي الاهلي تعادل في 4 ماتشات يعني 8. يعني لو هو واقف على رجله مش هيخسر ال8. اذا كان الزمالك وكسبه، بيراميدز وكسبه، مش دول اقوى فرقتين بينافسوه؟ صح ولا غلط؟ كلام. طيب ادي 8 على ال11 يبقى 19. يبقى بيرجعنا لايام فايلر لما كان ماسك النادي الاهلي. بس كان ساعتها في شخصيه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بينزل بيعمل اداء ونتيجه يا فاروق. دلوقتي النادي الاهلي ما بيعملش اداء، هو بيكسب.